سر جوه المحفظه بتاعتك انا متاكد 100% انك لو عرفته مش هترجع تاني تبص للفلوس بنفس النظره. لما بتشتري موبايل او طقم جديد او لما بتخرج خروجه، انت فاكر انك بتدفع مقابل الحاجه دي فلوس، صح؟ انا اسف في اللي هقوله بس انت مضحوك عليك. الحقيقه المرعبه هنا انك ما بتدفعش فلوس، انت بتدفع فتره او جزء من عمرك. اهدى عليا بس هفهمك ليه وازاي. انا جاي اغير لك نظرتك عن الفلوس تماما. يعني اللي مرتبه 6000 جنيه ده وراح اشترى حاجه ب 3000 جنيه، هو هنا في الاصل ما دفعش فلوس، انت دفعت نص شهر 15 يوم من عمرك مقابل الحاجه اللي انت اشتريتها. لانك في الشغل بتاخد 6000 جنيه، فانت استغنيت عن نص شهر من عمرك 15 يوم كاملين علشان تشتري الحاجه اللي ب 3000 جنيه مثلا. المشكله مش في الشغل، المشكله ان انت وقعت في فخ انت لقيت نفسك محطوط فيه، فخ بيخليك تضيع اغلى حاجه عندك اللي هو وقتك، اللي هو من عمرك اصلا، مقابل حاجه هتجيبها عشان تبهر ناس مش شاغلين بالهم بيك اصلا. يعني انت فاهم انا بكلمك في ايه؟ وانا ما بقولش ما تصرفش، لا بالعكس، اصرف وتدلع وهات اللي نفسك فيه، بس انا عايزك تقدر قيمه وقتك وقيمه فلوسك لانها من عمرك. واسال نفسك هل الحاجه اللي هشتريها تستاهل ان انا اضحي قدامها بشهر مثلا من عمري او 20 يوم من عمري؟ لو حسيت انها ما تستاهلش ما تشتريش، وبكده هتكون وفرت 20 يوم او 30 يوم من عمرك. العمر اللي بيعدي وانت بتسمعني دلوقتي مستحيل يرجع تاني وتخصم من رصيدك النهائي خلاص. اعمل كومنت وقول لي ايه اغلى حاجه انت اشتريتها وحسيت فعلا انها نفعتك.